حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى معايا، دول شوية كده فطاير او شوية معجنات. تعالوا بقى نعملهم بعجينة 10 دقايق بس، عشان خاطر بقى انتوا عارفين المدارس قربت تدخل علينا، والرحلات اللي بنطلعها في الصيف والمصايف. تعالوا نعمل كده شوية معجنات بعجينة ال10 دقايق، تحفة جدا، هتعجبكم. اذكروا الله وصلوا على محمد، ويلا بينا نشوف المقادير. عندي هنا 5 كوبايات دقيق، 2 معلقة كبيرة خميرة فورية، 2 معلقة لبن بودرة، 2 كوب مية دافية، 2 معلقة كبيرة سكر، نص كوب زيت، نص معلقة صغيرة ملح، في ممكن اضافة معلقتين زبدة لو فيه. طبعا انا عملت ايه بقى؟ جبت هنا بولة حطيت فيها 2 كوبايتين مية، وحطيت فيها الخميرة، وحطيت السكر، وحطيت اللبن البودرة، وحطيت الملح، وبدأت ان انا اقلبهم مع بعض كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام، مية دافية. بعد كده هجيب كوبايتين دقيق من ال5 اللي انا قلت عليهم يا جماعة. انا قلت في المقادير 5 كوبايات دقيق، هنجيب كوبايتين منهم بس بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ونروح نازلين بيهم كده. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت بصور الفيديو ده وانا تعبانه جدا وضغطي عالي وشكل وشي متغير. تمام، انا حابه اضيف للخليط ده معلقه صلصه، عشان انا عاوزه المخبوزات لونها تكون صفرة شويه كده. تمام، يعني تحسوها زي لون البوريك شويه. هقلب كل الكلام الحلو ده بتاعي، وهي دي عجينه ال10 دقايق يا جماعه. تمام، هنقلبهم كويس قوي لحد ما تبقى عجينه سائله بالمنظر اللي حضراتكم هتشوفوه ده. هنريحها ل10 دقايق، وبعد كده هجيب عندي بولة تانية هضيف فيها ال3 كوبايات الدقيق التانيين. تمام، وبعد كده بعد ما هنحط ال3 كوبايات دقيق، يعني قلت 5 كوبايات، حطينا 2 منهم في العجينة السائلة، وعندي بولة تانية هحط فيها 3 كوبايات دقيق، وهحط فيها نص كوباية زيت. تمام، هبدأ اقلبها بايدي بالطريقة اللي انتوا شايفينها، الزيت مع الدقيق. كانت العجينة اللي عندي السائلة اللي انا عملتها دي ارتاحت، وهي دي عجينة ال10 دقايق. هنعمل معجنات بعجينة ال10 دقايق. تمام، هنزل بالبولة بتاعتي كده اللي فيها العجين السائل على الخليط اللي عملته معاكم ده، وهبتدي اعجن لحد ما الم العجينة. هتلاقوها بتلزق معاكم. هنضيف لها شوية دقيق كمان، ونبدأ ان احنا نعجن كويس قوي بالطريقة اللي انتوا شايفينها. بصوا شايفين العجينه؟ انا مش عايزاها عجينه سائله كده، عجنتها كويس جدا. هحط لها ستريتش رول بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هغطيها لحد ما تبدا ان هي تخمر معايا. هتخمر على طول لانها عجينه 10 دقايق زي ما قلت لكم. نسيب العجينه تريح، اهم حاجه نعجن كويس، نخمر كويس. عايزه اقول لكم بقى ان انا لما باجي اشتغل في عجين انا ما ببقاش طايقه نفسي، ما اعرفش ليه، مع ان بيقول لك اضحك للعجين يضحك لك. شايفين اللهم بارك العجينه بتاعتي عامله ازاي؟ خلاص فرغت منها الهواء. هرش على الكونتر بتاعي او الرخامه رشه دقيق. هبدا اخد حته من العجينه وهبدا. بصوا بقى، انا خليت العجينه لونها صفر عشان معلقه اضافه الصلصه اللي انا حطيتها، لو مش حابينها خلاص. عايزه اقول لكم بقى، هفرد فيها كده برشه دقيق من تحت ومن فوق. هجيب النشابه وهبدا افرد لحد ما اخلي السمك بتاعها حلو، يعني حوالي 2 سم كده. هفردها كويس جدا. دي تقطيعه سهله جدا للمبتدئين، بدل ما تقعدي تكوري وتتعبي نفسك. بصوا الحركه دي حلوه قوي. تمام، هجيب عندي كوبايه، لو ما عندكيش قطاعه عجين، وهبدا اقطع العجين زي ما انتوا شايفينه كده بالطريقه دي. وعاوزه اقول لكم بقى ان العجين عاوز الفاضي، يعني عاوز المطبخ الفاضي اللي ما يكونش فيه طبيخ او يكون فيه يوم دبكه، عشان نقدر نطلع الوصفه صح. نلم بقى باقي العجين بالطريقه اللي انتوا شايفينه ده، ونبدا نفرده ونعمل هكذا، يا اما نقطع كوره كوره ونبدا هنشتغل بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. جبت النشابه هبدا افردها فرده خفيفه بالطول كده. وبعدين بقى عندي جبنه براميلي بالفلفل، اي حشوه تحبوها، سواء حلوه سواء حادقه،
بس انا حابين تحطوا جبنه رومي، حابين تحطوا موتزاريلا، لكن انا بفضل مع المخبوزات دي الجبنه الحادقه. انا بحط جبنه براميلي بالفلفل يا جماعه. هشكل صوابع كده زي صوابع الفينو، هديها تبطيطه شويه كده. هفرد بالنشابه كويس قوي. جبنه براميلي بالفلفل متواجده في اي سوبر ماركت. هبدا اقفل الم كده على جوه والزق العجين في بعضه بالطريقه اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي، وكمان هوريكم طريقه التشكيل التانيه. لو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد، لان هو ده سر النجاح وسر الكلام الحلو جدا والتعليقات الجميله اللي بتجيلي من ناس محترمه زيكم. بشكركم جدا يا احلى متابعين في الدنيا. شايفين؟ ابدا ان انا ابطط واكور وابطط كده. بصوا بقى دي طريقه فرد تانية. بفرد كوره بايديا وبعدين بروح مقفلاها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وببدا ان انا احطها في الصواني. طبعا هنسيب الصينيه لحد ما ترتاح. نفرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابين تكبروا، حابين تصغروا، حابين تعملوه صغير، حابين تعملوه وللمعلومه العجينه اللي انا عجنتها دي يا جماعه ينفع يتعمل بيها اي نوع معجنات. ممكن نعمل بيها فينو، مع طبعا هنشيل معلقه الصلصه، ممكن نعمل ميني بيتزا، ممكن نعمل قرص، نعمل اي حاجه بعجينه ال10 دقايق. تمام. هبدا اجيب صفار بيض عليه معلقه خل، وهبدا ان انا ادهن المخبوزات بتاعتي دي بعد ما ارتاحت. ندهنها كويس جدا كده. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي بتفرق في البيت بجد، لما للفطار يعني بتبقى ساتره البيت بمعنى اصح، لو في اطفال او في حد بيروح شغل الصبح. الحاجات دي بتنفع كويس قوي يا جماعه. ندهن بقى كده بصفار البيضه على شويه الخل اللي حطيناهم طبعا عشان الزفاره. صفار بيضه منعزله من البياض، يا اما شويه لبن عليهم رشه نسكافيه اهو. ندهن كويس جدا، وبعد كده بقى نجيب حبه سمسم وحبه البركه بقى، ونبدا ان احنا نرش كده السمسم وحبه البركه من فوق. عايزه اقول لكم ان السمسم وحبه البركه بيعلوا معدل المناعه، يعني لو عملناه للاطفال في المدرسه او في الحضانه او للكبار، وكمان جاي لنا الشتاء، ولو عملنا الحاجات دي هتعلي معدل المناعه عندنا. حبه البركه بترفع المناعه بطريقه رهيبه يا جماعه. نرش كده السمسم وحبه البركه، وفرنتك طبعا تكون سخنه درجه حراره 200، ونبدا ندخل المخبوزات بتاعتنا. ودي بعد ما طلعت نرشها شويه ميه بالبخاخه ونغطيها. بصوا بقى الهشاشان والطراوه والجبنه تحفه من جوه. بصوا هشه ازاي ومفرغه ازاي. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على محمد، وما تنسوش المتابعه والاشتراك للصفحه. طبخ ومعلومات مفيده مع هديره. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.